إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال الله جل وعلا في نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وأول كلمة نطق بها عيسى عليه الصلاة والسلام قال: إني عبد الله. فالعبودية يا عباد الله كما سبق بيانها في الجمعة الماضية شرف لأهلها، ولذلك مدح الله أنبياءه ورسله ووصفهم بالعبودية في أعلى المقامات. العبودية أحبة الكرام هي التحرر من رق الشهوات، التحرر من عبادة المخلوقين. أعني العبودية لله الحي القيوم الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. فالعبودية لله عز وشرف وكرامة، كيف لا وأنت تعبد الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. هذه العبودية يا عباد الله هي التي تنجيك عند الله جل وعلا، وبها تقضى حوائجك. فإذا كنت عبدا لله حقا، وربك أرحم الراحمين هو الذي قال في كتابه: أليس الله بكاف عبده. وربنا جل وعلا قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وهو الذي قال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وهو الذي قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فيا عبد الله، إن كنت محققا للعبودية فهذه أعظم منزلة وأكرم فضيلة، والله جل وعلا يكفيك ويعصمك، فهو سبحانه وتعالى رحيم بعباده. قال الله جل وعلا في تنزيله مبينا فضله على خلقه وإكرامه لهم سبحانه وتعالى في الآية التي سبقت: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. وربنا سبحانه وتعالى قال: فلا تخافوهم وخافون. وقال جل وعلا: فلا تخشوا الناس واخشون. أيها الأحبة الأكارم، إذا كانت العبودية حرية، العبودية لله حرية لماذا؟ لأنك لا تعبد بشرا، أنت لا تعبد حجرا ولا تعبد شجرا. والناس في القديم والحديث عبدوا مخلوقات ضعيفة عاجزة وهي لله خاضعة. ألم تسمع إلى قول الله جل وعلا: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فكل هذه المخلوقات كما قال الله سبحانه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه المخلوقات وذكر خضوعها وتسبيحها وسجودها لله. لماذا؟ قال المفسرون: لأنها عبدت من دون الله، فبين الله جل وعلا أنها هي أنفسها خاضعة لربها جل وعلا، ذليلة منكسرة، كما قال الله جل وعلا للسماوات والأرض: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.
وربنا سبحانه وتعالى ذكر في تنزيله مبينا، واسمعوا لهذه الآية وانتبهوا لسبب نزولها والأمر الذي دار فيها. فربنا سبحانه وتعالى يذكر عن قوم، وتأملوا بارك الله فيكم، كان الجن يعبدونهم، كانوا يعبدون الجن، فأسلم الجن بعد ذلك واستمر الإنس في عبادة الجن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فربنا جل وعلا يذكرنا بهذا لنحذر عبادة غير الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أيضا مبينا أن الاستكبار عن عبادة الله جزاؤه جهنم، فقال جل وعلا: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كيف تستكبر عن عبادة مولاك وهو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض؟ كيف تستكبر عن عبادته ولا تسجد له سجدة؟ للأسف الشديد ترى كثيرا من المسلمين من الجيران والأقارب ومن يساكنك ومن هو معك في العمل أبى أن يسجد لله سجدة. إبليس أبى أن يخضع لله مرة، فخلده الله في النار وجعله إماما للفجار. وهذا كم من المرات دعي إلى السجود فلم يسجد، كم من المرات دعي إلى السجود فلم يسجد لسجدة واحدة امتنع إبليس عنها، خلد في النار خلودا أبديا وأصبح إمام الفجار. فكيف بهذا الذي لا يسجد لله جل وعلا؟ فربنا سبحانه وتعالى قال في تنزيله: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى إلى آخر الآيات. فربنا سبحانه وتعالى لم يأمرك يا عبد الله إلا بأمر يسير، لم يأمرك إلا بما فيه منفعة لك خالصة، وحرم عليك ما فيه مضرة راجحة. فاتق الله يا عبد الله في نفسك. العبادة أيها الأحبة الكرام، عبادة الله جل وعلا ليست بالهوى، عبادة الله تكون باتباع سيد العابدين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذه العبادة التي يحبها الله جل وعلا. فكل طرق العبادة التي زعمها الناس طريق غير مرضي، والطريق المرضي هو ما كان عليه سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عبادة لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه في حياته فهي ليست عبادة، بل هي يا عباد الله منكر مردود على صاحبه، كما سمعتم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فلا تعبدوها. فكل ذكر وكل عبادة، صياما كانت، صلاة، حجا، عمرة، كان أيا من كان، تظن أنه قربى لم يفعله سيد المتقربين وخير خلق الله أجمعين، فهو منكر بدعة ضلالة، والبدع كلها ضلالة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: كل بدعة ضلالة. لا يوجد في الدين ما يسمى بدعة حسنة، هذا كلام ليس عليه دليل. كيف حسنة والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: وكل ضلالة في النار؟ هل الحسن في النار يا عباد الله؟ القبيح هو الذي في النار. وقال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الفعال لما يريد، والصلاة والسلام على خير خلق الله وسيد العبيد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة الأفاضل، ربنا يقول سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية يخبر ربنا جل وعلا عن أناس من الجن عبدوا من قبل أناس من الإنس.
والجن هداهم الله فاستقاموا على شرعة الله وعادوا. وأخبر الله جل عنهم فقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يرجون رحمته ويخافون عذابه. هذا هو حال العابد، هذا هو حال العابد لله جل وعلا. العابد لله هو الذي يرجو رحمة الله مع كثرة عبادته، مع كثرة صلاته وبعده عن المعصية. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته، والوسيلة هي العبادة. كل لفظ الوسيلة في القرآن ولم يرد إلا في موضعين اثنين، في المائدة والإسراء، المراد به العبادة. الوسيلة هي الطاعة، ليست الوسيلة هي التوسل بالأموات وسؤال الأموات، لا، بل هذا شرك وكفر بالله جل وعلا. الوسيلة كما ذكر أئمة التفسير قديما، تفسير الطبري وابن كثير وغيرهما من التفاسير، المراد بالوسيلة هي القرب إلى الله بفعل أوامره واجتناب مناهيه. فربنا جل وعلا يقول: أولئك الذين يدعون يبتغون، ما قال يطلبون، إنما قال يبتغون، أي يرجون مع كثرة صلاتهم وخوفهم من ربهم، يرجون رحمته ويخافون عذابه. وربنا سبحانه وتعالى قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تقول عائشة رضي الله عنها لنبينا عليه الصلاة والسلام، تقول: يا رسول الله، هؤلاء الذين يزنون ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، هؤلاء الذين يصومون النهار ويقومون الليل، يصلون بالليل، ولكن يخافون مع حفاظهم على الطاعة، حافظوا على الفرائض، حافظوا على النوافل، ابتعدوا عن الحرام، ومع ذلك يخافون ألا يقبل الله لهم عملا، يخافون ألا يقبل الله لهم عملا. هؤلاء هم الأخيار يا عباد الله، وليس أمثالنا ممن كثرت معاصينا حتى اسودت قلوبنا. أسأل الله أن يهدينا أجمعين. أيها الأحبة الأكارم، لابد من عودة إلى عبادة صادقة، عبادة مقبل غير مدبر، عبادة خائف وجل يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه، كما جاء في مسلم. انظر يا عبد الله ماذا يقول الصحابي: المسلم الفطن، يعني المسلم الذي يعقل ويفهم، يرى ذنوبه كجبل يخاف أن يقع على رأسه. هذا هو المسلم، هذا هو العاقل، يرى ذنوبه، يرى تقصيره في طاعة ربه كأن جبل سيقع عليه، يخاف، يستغفر، يكثر من عمل الصالحات. أما المنافق، أما قلبه قاسي، أما الذي اسودت قلوبهم وكثرت ذنوبهم، فيرى ذنوبه كذباب وقف على أنفه، حركه بأصبعه هكذا، لا شيء، يرى ذنوبه لا شيء. هذا يدل على قسوة قلبه. وربنا جل وعلا يقول: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لماذا؟ لأن الذنوب امتلأت بها القلوب فاسودت، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا. هكذا الحصير يتكون من عود بعد عود. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا. فأي قلب أنكرها؟ القلب الصالح إذا سمع الغناء نفر، إذا سمع سب الناس وشتمهم نفر، إذا سمع حلفهم بالنبي أو بالولي تغير وجهه ولونه واصفر واحمر. لماذا؟ لأن هذا شرك بالله جل وعلا. إذا سمع من يدعو إلى الربا، إذا سمع من يقع في المنكرات لا يقبل ولا يرضى، يتغير قلبه، يترك المكان، لا يجلس مع هؤلاء، كما قال جل وعلا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وكما قال جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذا حال المؤمن. المؤمن يا أخوان ينكر المنكر، على الأقل يترك المكان، كما قال الشاطبي رحمه الله: إذا لم تزل المنكر زل عنه، إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل أنت عن المكان. فانتبهوا يا عباد الله. المؤمن يرى ذنوبه هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها،
يرى الناس يقعون في الغيبة والنميمة والكذب، خلاص ما يبالي، هو شاركهم، جلس معهم، ينظر إلى المحرمات. تأتي أوقات الصلوات وجالسون عند المباريات لا يبالون بأذان ولا بإقامة، ولا يبالي أكل ربا، أكل ما أكل، شرب ما شرب، لا يبالي. فأعوذ بالله، ماذا يقول النبي عليه السلام؟ وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تصير القلوب إلى قلبين، قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة. أسأل الله أن يمن علي وعليكم أن نكون منهم، أسأل الله أن يمن علي وعليكم أن نكون منهم، أسأل الله بكرمه وفضله أن يمن علينا أن نكون جميعا منهم. قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة، وقلب أسود عياذا بالله، أسود مرباد كالكوز مجخية، الكوز المقلوب، كوب مقلوب يا عبد الله، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. كوز مقلوب لا تنتفع بشيء، لا يقبل ماء ولا يقبل منفعة. أسأل الله جل وعلا أن يعيذني إياكم من هؤلاء. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم ارزقنا الاستقامة على ما يرضيك حتى نلقاك، اللهم ارزقنا الاستقامة على ما يرضيك حتى نلقاك. اللهم تولى أمورنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا، وهي لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء. اللهم تولى أمورنا وفرج كروبنا وحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا، واشف أمراضنا ظاهرة وباطنة، واشف أمراضنا ظاهرة وباطنة، اللهم اشف أمراضنا ظاهرة وباطنة. اللهم أصلح ذرياتنا وأخلص نياتنا وأخلص نياتنا. اللهم ارحم أمواتنا أجمعين، واجمعنا وإياهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعل باطننا خيرا من ظواهرنا، اللهم اجعل باطننا خيرا من ظواهرنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.